يا صباح المخبوزات والروايح بتاعت زمان. فطير زمان يا ولاد، جيت لكم بيه النهارده وجبت لكم الطريقه معايا. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده فيه اسرار امهاتنا واجدادنا بقى. يعني بصوا، دي طريقه ستي وامي اللي انا هقدمها لكم النهارده في الفيديو. والفطير الجميل القمر الحلو المسكر ده يا جماعة فطير مشهورة بيه بلدي بلطيم، عروسة كفر الشيخ. أيوة يا ولاد، بلطيم عروسة كفر الشيخ. هي اسكندرية التانية بلطيم. فيلا ندخل على الطريقة والمكونات. شايفين بقى الفطير منفوخ وشايف نفسه علينا ازاي. ويعني بصوا، هو نفخته دي كلها في الفاضي. هو كل المقادير بتاعته معمول بايه اصلا؟ الاستاذ فطير ده معمول بحبة دقيق وحبة سمنة وشوية المية اللي عجنت بيهم بس. ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا سمسم ولا اي مكونات تانية هتكلفي نفسك وتدخليها للعجينة دي. هي بس شوية الدقيق والحبة السمنة واعجني بمية شاطرة. وكمان الحشوة موجودة في اي بيت، شوية السكر وحتة الجبنة. شايفين المقادير سهلة ازاي؟ يلا ندخل على الطريقة يا حلوين. يلا ندخل على الطريق. دلوقتي بقى ام كريم صحت من بدري. من امتى يا ميادة؟ انا بصحى اساسا من بعد صلاة الفجر. يعني بقوم كده اصلي الفجر. طبعا القيام يا ولاد، اوصيكم بالقيام، قيام الليل. اللي بتدخل في التعليقات وتقول لي ميادة احنا بنحبك تدعي لنا، احنا بنحب فقرة الدعاء اللي انتي بتدعي فيها. ادعي لابني ربنا يشفيه، ادعي لامي ربنا يرحمها. عايزه اقول لكم، قيام الليل يا جماعه، قيام الليل. ادعوني استجب لكم. قيموا الليل وادعوا بكل حاجة نفسكم فيها. قيام الليل ده نعمة من عند ربنا عز وجل لينا في الدنيا. عارفين يعني ايه يا ولاد؟ في الثلث الأخير من الليل ينزل عز وجل بجبروته وبقدرته وبرحمته وبعفوه، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول لنا ادعوني استجب لكم واحنا نايمين يا جماعة. طب يصح كده يعني؟ طب يصح ولا ربنا عز وجل ينزل الى الارض كده ويلاقينا قاعدين متوضيين وقاعدين على السجادة كده وبنصلي وبنقرأ في القرآن وبندعي بكل حاجة نفسنا فيها؟ حتى لو ربنا ما استجابش لينا في وقتها، فهو ربنا مأخرها لنا شوية عشان هي حدوثها دلوقتي مش خير لينا. ف يلا نبدأ الفيديو مع بعض. يلا نبدأ الفيديو مع بعض يا ولاد. بصوا بقى، ما بدأتش النهاردة المقدمة بتاعتي وأنا متعودة في كل فيديو لازم أرحب بإخواتي في كل الوطن العربي، أهل الجزائر وأهل تونس وسوريا ولبنان والمغرب والأردن وليبيا ودولة فلسطين والسعودية والكويت ومحافظات مصر كلها 27 محافظة. كلكم برحب بيكم، اهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتوني ونورتوني في الفيديو بتاعي وفي بيتي المتواضع. يلا نبدأ الفيديو يا حلوين كده. ودلوقتي بقى انا اخدت كيلو من الدقيق وعايرته بالكوباية. هو الكيلو عامل 6 كوبايات مضغوطين، مش كوباية متهوية، لا، لازم تضغطي الكوباية قوي 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 وتبقى بكده هي 6 منها عاملين كيلو دقيق. تمام. انا نخلت الدقيق بتاعي وبدأت بقى ان انا اعاير بالكوباية. بصوا انا بضغطها ازاي، بالمعلقة كده واضغطي. 6 كوبايات بالظبط. على فكرة انا يعني في كذا فيديو عملتها ووزنتها قدامكم. ده 1 2 3 4 5 6. ال6 كوبايات هم المنخولين وزي الفل. نخل الدقيق يا جماعة مهم جدا. اوعي تكسلي ان انت تنخلي الدقيق بتاعك. ليه بقى؟ لان الدقيق ممكن يكون فيه سوس، ممكن يكون كمان، معلش في الكلمة، ممكن يكون داخله دود. ايوه الدقيق بيدود. فالبكاوي اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت اللي هي وخاصة الورقية، لان الورقية بيكون بتدخل هواء للدقيق. فانخلي الدقيق وتشاهدي عليه واذكري اسم ربنا عليه. كيلو الدقيق عليه كوباية سمنة مضغوطة. خلاص برضو اهي كوباية سمنة اهي. هنزل بالسمنة بقى. والسمنة بتاعتي انا بستعمل سمنة الهانم. سمنة الهانم دي سمنة نباتي مش بلدي.
وهنا بقى هبدأ أبس الدقيق بالسمنة. وبسي بقى يا بت، بسي كويس، ادعكي بقى الدقيق بالسمنة، ده حلو قوي زي طريقة الكحك كده بالظبط. على قد كده ما هتبسي الدقيق بالسمنة، على قد ما الفطير هيطلع معاكي مورق وعسل عسل عسل عسل. هنا بقى شوية المية بس كده يا ولاد. شفتوا طريقته سهلة ازاي؟ الدقيق، كوباية السمنة، ونعجن بمية. ميادة هو ما ينفعش يتعجن بلبن علشان يكون مغذي كده وحلو؟ لا طبعا ما ينفعش يتعجن بلبن. ليه بقى؟ لان احنا عايزينه ناشف كده زي البسكوتة. عارفة لما تاكلي الفطير ويقرقش كده زي البقسماط؟ هو بيبقى كده، يعني هو بيبقى محمص كده وحلو. كمان الجبنة بتبقى جواه سايحة كده زي الموتزاريلا بالظبط، بتبقى جميلة جدا. بلوف بقى العجينة بالمية، مش بلتها، مش ما تلتيش كده، ما تلتيش يعني زي العيش، لا. حاولي ان انتي تلفي العجينة، بس تلفي وتضغطي، لفي واضغطي لحد لما العجينة تشرب المية بتاعتها كلها. طبعا انا اخدت الطبق وقعدت على الارض عشان اعرف اتحكم كده في العجينه. وانا واقفه كده مش بعرف اتحكم في العجينه خالص، يعني لازم نقعد على الارض كده ونديها. طيب العجينه دي بتحب العجن كويس قوي، وكل ما عجنتيها حلو كل ما هتلاقيها نعمت معاكي وادتلك نتيجه حلوه. اللي بتقولي مياده احنا بنعمل الفطير ده ومش بيقب معانا في الفرن، لازم تعجنيها كويس. مش ان هي مجرد ان هي شربت الميه تبقى هي كده خلاص بقى مش يعني اتعجنت، لا. لازم تديها بقى، اديها لحد لما تلاقي العجينه لفت معاكي. غطيتها بكيس وسبتها تريح شويه، وبعد كده بعد تقريبا ربع ساعه هرجع تاني اخدها على الطبليه بتاعتي وارجع الفها من تاني واعجن فيها من تاني. الحاجة يا جماعة متكلفة، ويعني بصوا احنا مش عايزين حاجة تبوظ مننا، مش عايزين نعمل حاجة وحد يشمت فينا. احنا عايزين اي حاجة نعملها تطلع حلوة، تطلع مظبوطة، تطلع نتيجتها حلوة، تتاكل كمان مش تترمي او تتحط للطيور. فالفطير ده لازم يتعجن حلو جدا، ويلفي لفي لفي لفي. بنلعب في كيلو دقيق، ده كانوا زمان بيعجنوا في المجور. يعني انا افتكر امي كده كانت بتجيب الطشت الكبير، طشتيه كبيره كده مخصصه للدقيق، وتكب من الشكاره. لا يعني بصوا، لا كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو، قولي 5 6 7 كيلو، وتلت وتعجن بقى. انما احنا بنلعب في كيلو دقيق ومش عارفين نعجنه، هو ايه ده؟ او هنقول بقى احنا هنشتغل في العجانه. عجنت ايه يا ولاد؟ عجنت ايه يا مفستكه انت وهي؟ جيل مفستك والله العظيم. بصوا انا عندي العجانه، والله يا بنات محطوطه كده زينه في المطبخ، زينه زينه مش محتاج لها اصلا. حتى الكيكه بعملها في شفشق الخلاط، يا اما على ايديا بمضرب البيض. اتذكر كده زمان، فاكرين بقى زمان بقى، فاكرين لما كان العيد بيهل علينا ونيجي بقى ليله العيد بقى بالليل، لما كنا نقعد بعد العشاء كده نستنى بقى الايه الرؤيه، وبعد صلاة العشاء بقى نستناهم يقولوا ايه بكرة العيد ونعيد، ونيجي بقى نعمل الكيكة. امي بقى يعني ربنا يبارك في امهاتنا، ربنا يبارك في عمرهم وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. كانوا بقى يجهزوا الحلبة الخضراء اللي كانوا بينقعوها في مية قبل العيد كده بفترة، والحلبة كده تزرع يا ولاد كده، كانت بتبقى حلوة قوي. يعملوا الترمس، طبق الشوكولاتة، طبق البسكوت، طبق الكحك، والكيكة دي بقى لازم تتعمل من بالليل. نصحى الصبح بقى نفطر الكيكة والكحك والبسكوت وناكل الشوكولاتة قبل ما نروح نعيد بقى على أهلنا وقرايبنا وحبايبنا وأصدقائنا. وصينية الكيكة القمر اللي بصوا، يعني أنا مهما أعمل من كيكة ما يعني نفسي أوصل لنفس الطعم بتاع الكيكة بتاعت زمان. الكيكة دي بقى كانت أمي كده كانت بتربي الفراخ البلدي، وجردل البيض ده لازم يكون جاهز كده للكيكة. الكيكة بتاعت العيد دي جردل كده مليان بيض بلدي. كمان الحليب ده لازم يكون متوصي عليه بقى جيراننا كده من قبلها.
بتاع جردل الكيكه، الحليب، عصير البرتقال. واختي تقعد كده وتجيب الطبق الكبير خالص، الطبق البلاستيك اللي هو الكبير ده، واختي بقى كده ربنا يا رب يشفيها ويبارك في عمرها ويبارك في صحتها ويخليها لولادها وتفرح بولادها كده. هي واخواتكم جميعا، وانتوا كمان ربنا يفرحكم بولادكم وربنا يسعدكم وربنا يهنيكم بحياتكم وربنا يفرج كروب اي حد عنده كرب فينا، وربنا كده يصلح حالنا يا رب. ربنا يصلح حالنا جميعا، انا وكل من بيسمعني. كانت تجيب الطبق بقى وتقعد تفقش البيض وبايديها يا ولاد، ولا جلافز ولا كلام من ده، ولا خلاط ولا مضرب بيض ولا مدري ايه، وبايديها وتشتغل. والله العظيم كانت بتعمل اكتر من 3 4 5 صواني من الكيكه، ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه من دي. وريحه بقى الشارع بتاعنا كله بقى كانت تبقى ريحه كيكه، لا بسكوت، لا مش عارف ايه، الشارع كله بأكمله. وكنا لما ندخل بقى نعايد على حد من الجيران نلاقي نفس الترابيزة اللي عندنا عند جيراننا بكل الخير اللي عليها، لينا والأصدقائنا والحبايبنا. بصوا يا بنات، الخير كان موجود في كل البيوت، وكانت البركة موجودة في كل البيوت، وكانت الناس غير الناس، وكانت الحياة غير الحياة، والبيوت غير البيوت. البيوت كانت بسيطة وكانت كل حاجة بسيطة. زي دلوقتي بقى معظم البيوت تيجي في العيد كده تلاقوهم نايمين لحد الظهر. حتى الطبيخ الصبح بدري ما عادش حد بيطبخ يوم العيد من بدري كده، لا بيعدوا اليوم زي ما يكون يوم طبيعي ويوم عادي خالص. يوم العيد ده بيبقى له بهجة وبيبقى له فرحة، والقرايب يروحوا يعيدوا على القرايب. انما دلوقتي ما عادش حد بيسأل على حد. دلوقتي يوم العيد ما فيش حد بيروح يعيد على حد، الأعمام كل واحد في بيته، الخلان كل واحد في بيته، ما فيش حد بقى بيروح لحد أصلا يعني. ف احنا بنعيب في الزمن، لكن هو العيب فينا احنا مش في الزمن للأسف يعني. وانا بدخلكوا بقى في حوارات وحكايات وحواديت بقى من بتاعة زمان في الفيديو كده. اللي هتدخل تقول لي ميادة اهو احنا داخلين نشوف طريقة الفطير ولا داخلين نسمع ذكرياتك وحياتك؟ وتعليقات بقى تعليقات. واللي هتقولي ميادة احنا بنحبك قوي، وانا كمان بحبكم يا ولاد، انا بحبكم قوي قوي قوي، وانتوا كلكم اخواتي وكلكم. عايزه اقول لكم انتوا اجمل حاجه في حياتي، عشان انتوا سندي وانتوا دعمي وانتوا اللي موقفين شغلي على رجليه. ايوه يا بنات، القناه او الصفحه دي شغلي ومصدر دخل ليا ولقمه عيشي. فتخيلوا بقى كل شغلي ده داير بيكم انتوا، يعني القناة او الصفحة دي اصلا ولا حاجة من غيركم انتوا اللي بتعملوها، مش انا كمان يا ولاد. فربنا يخليكم ليا وربنا يديمكم نعمة في حياتي. وشكرا لتعليقاتكم وشكرا لكلامكم اللي انتوا بتكتبوه لي وبتشجعوني بيه. كل ما بصحى الصبح وما كنش عايزة اصور اقول لا ده انا هقوم اصور فيديو جديد، عشان انا ليا متابعين وحبايب منتظرين فيديوهاتي بيحبوني وانا بحبهم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وربنا يخليكم ليا، وربنا يقدرني واقدر ارد كل جمايلكم عليا. انا عارفاكم على فكرة بالاسم، اي حد بيدخل وبيشاهد الفيديو وبيعلق لي انا عارفة اسمه. فتنزلوا بقى في التعليقات دلوقتي وتكتبوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. تكتبوا لي كمان لو استمريتوا معايا في الفيديو لحد الان، يعني بصوا عرفوني، امانه عليكم عرفوني، اعرف بس كده انا في حد بيسمعني ولا انا بهاتي مع نفسي. شفتوا يا بنات بقى، عايزه اقول لكم كمان ان الواحده فينا في بيتها هي اللي بتعمل الخير في البيت. يعني عارفين لما انا بعمل مخبوزات في البيت ولادي مش بيفكروا اصلا يجيبوا بسكوت او نايتي او اي حاجه من بره، ما بفكرش كمان ان انا اشتري مخبوزات من اي مخبز جنبينا، لا انا بعمل في البيت شوية الدقيق وحبة الزيت أو حتة الخميرة وبتعملي أحسن مخبوزات أحسن عيش. يعني حتى التكلفة يا ولاد، يعني دلوقتي المخبوزات فعلا أسعارها بقت أوفر قوي. القرصة بقت بتوصل دلوقتي ل5 جنيه، القرصة اللي احنا كنا بنشتريها بنص جنيه وبجنيه بقت ب5 جنيه. طب انت ايه اللي يجبرك ان انت اصلا تروحي تشتري الحاجة غالية كده؟ طب ما انت تعمليها في البيت. انت لو دخلتي المطبخ كده وجبتي نص كيلو دقيق، النص كيلو 3 كوبايات مضغوطين، جبتي نص كيلو دقيق وحطيتي عليهم رشة الملح وحتة الخميرة او معلقة الخميرة
وعجنتيهم كده بحبة مية وحبة زيت، هتعملي منهم احلى قرص. ورشة السمسم بالسكر على الوش كده، هتعملي منهم احلى قرص. الكمية قليلة جدا، اولا مش هياخدوا معاكي وقت خالص في عمايلهم، وهترصيهم على الصينية وتسيبيهم للخمران، وبعد ما هيخمروا هتسويهم، مش هياخدوا معاكي ربع ساعة في فرن البوتاجاز، وتبقي عملتي الحاجة ببيت وبشوية حاجات بسيطة خالص ومتوفرة في أي بيت. تبارك الله، ربنا يبارك في بيوتنا جميعا يا رب. الجبنة موجودة، الزيت موجود، الدقيق والسمنة كمان موجودين. يعني الطبيخ ما بيستغناش عن السمنة خالص، فأكيد السمنة موجودة كمان في البيت. بشوية حاجات بسيطة خالص هتعملي أحسن مخبوزات. ده لو حتى جبت نص كيلو دقيق، والزيت طبعا متوفر في كل البيوت الحمد لله، ربنا يزيد ويبارك، وهتعملي أحسن مخبوزات في بيتك، ولا تشتريها خالص من بره. وكده هتضمني النظافة وتضمني التوفير، وتأكلي ولادك حاجة كويسة، بعيدة كمان عن السمنة المرجليت اللي كل المخابز بتشتغل بيها أصلا. يعني انتي لو شفتي الدكاترة بيحذروا ازاي من الزبدة المرجليت اللي كل المخابز بتشتغل بيها فعلا، ما عدتيش هتاكلي مخبوزات من المخابز خالص. اه والله، لأن الزبدة دي فعلا بتأثر على شرايين القلب بطريقة صعبة، ربنا يعافينا يا رب. فنحاول نعمل كده كل حاجة في بيوتنا. والريحة الحلوة بقى، ريحة المخبوزات وروايح بقى الشتاء يا ولاد، بقى روايح الشتاء. انتوا بقى كلكم عارفين، يعني يا سلام لما ولادك يدخلوا كده ويلاقوا فرن البوتاجاز بقى فيه مخبوزات. حتى لو الحاجة مش معمولة حلو هتتاكل وهي سخنة. وحاولي كمان ان انت تعملي كميات قليلة، مش تعملي كميات كبيرة، علشان الحاجة كمان ما تباتش. ولما الحاجة المخبوزات بتبات مش بتبقى حلوة كده زي ما بتكوني عاملاها في نفس اليوم، بتكون سخنة كده وطرية وحلوة مهما حطيتي من محسنات، الا انها كمان لو باتت طعمها مش بيبقى حلو. فحاولي ان انت تعملي نص كيلو الحاجة تتعمل سخنة كده، وتتاكل في وقتها مع كوباية شاي بالحليب، فنجان قهوة، زي ما بتحبوا. وهو بقى بيطول معايا شوية. يعني ايه بقى؟ يعني بسيبه في الفرن شوية علشان احمصه، يعني انشفه كده زي ما انتوا شايفين، مش بطلعه ابيض. وطبعا حسب رغبتك انت لو بتحبي الفطيرة مبيضة شوية بتطلعيها حسب التسوية بقى. انما انا بصراحة بحب افضل سايباه في الفرن محمصاه كده، علشان يعني احنا بنحبه ناشف. بصوا بقى يا ولاد الجمال، طبعا اللي قدامكم دي بالسكر، والسكر بقى بيسيح جواها كده، وتبارك الله بيبقى طعمها تحفة قوي. اللي بتاخد اللون بقى اللي هو اللي انا حباه، ببدأ ان انا اطلعها كده من جنبي، واحط غيرها بقى، ابط وادخل غيرها، ابط وادخل غيرها. واول ما الفطير بقى كده بيدخل الفرن، بعد 5 دقايق بالظبط بروح جايه قلباه على طول، مش بسيبه يقب، لا بقلبه. وما تقلقيش خالص، هو هيتقلب وهيقب تاني لوحده. اهم حاجه وانتي بتبطيه ما يفتحش معاكي، وتكون الجبنه مخرزه، وتيجي تبطيها تلاقي الجبنه فتحت معاكي الفطيره. لا، لازم تكوني ماسكه حته الجبنه وفرماها كويس او هرساها كويس بالشوكه، تكون الجبنه ناعمه خالص. وكمان ما تزوديش حشوه الجبنه، ما تقوليش بقى ده انا كل ما زودت الجبنه كل ما الفطيره طلعت حلوه. لا، انت لو زودتي الجبنه هتلاقي الجبنه يعني فتحت معاكي الفطيره، ومش هتلاقيها قبت معاكي. ده بالسكر يا ولاد. وتقدروا كمان على فكره تعملوه بالعجوه، بس انا بحبه بالجبنه وبالسكر. بصوا بقى، يستاهل اللايك ولا لأ؟ مين فيكم بقى لسه ما حطتش اللايك لأم كريم؟ طيب اللي هتحطي اللايك دلوقتي تكتب لي في التعليقات ميادة احنا حطينا لك اللايك. تعرفوا يا بنات ان اللايك والتعليق هما اللي بيرفعوا لي الفيديو. طب تعرفوا ان انتوا لو حطيتوا اللايك والتعليق هتكونوا سبب في وصولي لمصدر دخل ومصدر رزق. طيب ولكم بالمثل ان شاء الله. يا رب كده اللي تحطي لي اللايك والتعليق ربنا يرزقها بكل حاجة جميلة. يلا يا ولاد بقى، الامانه عليكم، انزلوا دلوقتي وحياة حبيبكم النبي انزلوا دلوقتي، حطوا لي اللايك وحطوا لي التعليق.
هنا كنت خلاص خلصت وما شاء الله بدأت ارص في الصينية كده بقى، وبكده خلاص كنت بقى داخلة اعمل صينية الشاي اللي في التمام واجهز الفطار للعيال. دلوقتي طبعا الولاد كلهم قاعدين من المدرسة، مفيش بقى مدارس دلوقتي لان احنا داخلين على فترة امتحانات. ربنا يوفقهم يا رب وييسر لهم كل عسير. فهم موجودين اصلا في البيت. فدخلت بقى عملت صينيه شاي كده في التمام، بس حبيت ان انا اوريكم الفطير كده لما بكسره بيكون شكله عامل ازاي من جوه. رقيق جدا زي البسكوته زي ما بقول لكم كده، وطعمه بقى يجنن جنان جنان، حلو قوي. جربوه يا ولاد، جربوها يعجبكم. طبعا بقى ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الفيديو النهارده وتشجعوني. طيب يعني لو عايزين انزل فيديوهات تانية طبعا هتقولوا لي بقى في التعليقات، ولو الفيديو ما عجبكمش قولي لي ميادة الفيديو كان وحش جدا. صدقوني انا مش هزعل، بس يمكن اخد بالي كده انزل لكم فيديو احلى. تعالوا بقى افطروا معايا، تعالوا والنبي كلوا معايا بالله عليكم. طب بصوا انا لو طلت اساسا ان انا ادوقكم والله يا ريت يا ريت، يعني ادي لكل واحده فيكم كده فطيره حلوه واقول لها خدي اتفضلي دوقي. بس انت تقدري ان انت تقومي وتعمليه في البيت. ويا ستي اكتبي لي في التعليقات اي استفسار نفسك تعرفيه وانا هرد عليكي فورا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي وربنا يخليكم ليا يا اعز اخوات في الدنيا. دمتم لي أصدقاء وحبايب في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله، مع السلامة.